يا اهلا بيكم في فيديو جديد. ايه رأيكم لو قلتلكم ان في طريقة نعمل بيها سلطة مكرونة مش بس طعمها يجنن، لا وكمان وجبة صحية متكاملة الاركان وخفيفة كمان. مكوناتها سهلة وبسيطة، يلا نبدأ في الوصفة على طول. عندي هنا صدور فراخ متقطعة مكعبات متوسطة بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. هحط عليها شوية توابل بسيطة وهي ملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وكمان زيت. هقلب التوابل دي مع الفراخ كويس، وبعد كده هفردها في الاير فراير وهدخلها علشان تستوي، وكل شوية هقلب فيها لحد ما تستوي. دلوقتي بقى عندي مكرونة مسلوقة، هضيف عليها مجموعة من الفلفل الألوان أحمر وأخضر وأصفر، وكمان هضيف معاهم زيتون وبصل متقطع مكعبات صغيرة، وده اختياري. وبعد كده هحضر الدريسنج، وهو عبارة عن كوباية من الزبادي عليها معلقة كبيرة من المايونيز وعصير ليمون وكمان فصين توم مفروم وزيت زيتون وملح وفلفل اسود، وهخلطهم مع بعض. وقوام الصوص ده بيكون متوسط، لا هو خفيف قوي ولا هو تقيل. هرجع للسلطة واضيف عليها الدريسنج اللي عملناه، واخر حاجة هضيف الفراخ بعد ما استوت. في الاخر خالص هضيف كمان رشة من البقدونس المفروم. ودلوقتي هقلب كل المكونات دي مع بعض، وبيبقى شكلها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ممكن كمان تضيفوا عليها طماطم شيري. دلوقتي بقى اكد لكم انكم هتدوقوا سلطة مكرونة باردة وصحية وفيها كل العناصر الغذائية ومشبعة جدا، بجد سلطة خطيرة والوانها تفتح النفس. ممكن كمان الفراخ دي تعملوها في طاسة على النار، بتكون اطرى شوية من الاير فراير، وهتاكلوها بألف هنا وشفا. انا سارة هلال، لو الوصفة دي عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وتعملوا لي فولو وتزوروا الاكونت بتاعي، هتلاقوا فيه وصفات كتير ان شاء الله تعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، وصفة جديدة. باي باي.